في 4 أسرار خطيرة لازم تخلي بالك منها لو هتشتري محل في العاصمة. سر رقم 1، لازم تختار موقع مميز. طبعا العاصمة الإدارية في حد ذاتها تعتبر موقع مميز، لكن في مناطق جوه العاصمة وكل منطقة ليها مميزاتها وعيوبها، زي منطقة الأعمال المركزية ومنطقة الداون تاون. والمفروض تختار بناء على إنك عايز تستثمر كام وعايز توصل لإيه في الآخر. وكل منطقة من دول فيها أماكن مميزة أكتر من التانية. يعني مثلا في منطقة الداون تاون في حوالي 6 أماكن. الصف الأول على المحور المركزي، وده يعتبر الأعلى سعراً لأن موقعه متميز، واجهة مميزة، وجنب فندق الماسة، وبالتالي هيكون إقبال الناس عليه كويس. الصف الأول على محور بن زايد، وهو يعتبر الاختيار الثاني لو بتفكر تشتري محل تجاري في العاصمة. ثالث موقع الصف اللي على محور القطر السريع المونوريل، وكمان في منطقة المحور العرضي الأول اللي بيقطع الداون تاون، وده مكان مميز لأن فيه تورز كتيرة، فالناس هتكون متواجدة فيه بشكل كويس جدا، وبالتالي هتزيد قيمة المحل مع الوقت. وكمان في المحور اللي على الجهة الشرقية من الداون تاون قدام سوق الذهب والنهر الأخضر، وده يعتبر اختيار ممتاز لأنه جنب جامع مصر الكبير، ده غير منظر النهر الأخضر، وبالتالي هيكون واجهة مثالية لمحل تجاري قوي. وكمان في منطقة ال3 محاور الرئيسية في نص الداون تاون، وده اختيار كويس لو انت ميزانيتك قليلة وعايز تبدأ في محل يكون معقول. وطبعا في مداخل العاصمة ومنطقة الأعمال المركزية وغيرهم. سر رقم 2، ادفع السعر المناسب في الموقع المناسب. يعني ما تقولش ان المكان ده غالي جدا قبل ما تعرف ان المكان المميز بيتقاس بكثافة الزوار اللي هتكون متواجدة فيه. عشان كده كل ما كان المكان مميز كل ما كان السعر اغلى، وكل ما المكان كان هيجيله ناس اكتر كل ما سعره وقيمته هيزيدوا في المستقبل. وفي فيديو تاني هنتكلم فيه عن الاسعار، فتابعنا عشان تشوفه. قبل ما اقولك على باقي الاسرار، لو بتفكر تشتري في العاصمة ومحتار تشتري فين او تختار المشروع ازاي، ابعت لنا او كلمنا وهنقدم لك استشارة مجانية. سر رقم 3، اختار المشروع المناسب. لو هتاخد محل في مول مثلا، لازم تفرق ما بين المحل اللي في المول الطبي او المول الاداري او المول الترفيهي، وكمان لازم تعرف الخدمات اللي بيقدمها المول للزوار. يعني هل في خدمه المول بيقدمها ممكن تجذب الزوار؟ يعني مثلا مول العرب اول ما فتح عمل النافوره، دي كانت حاجه جديده وجذبت الناس للمول. ومول مصر عمل مكان كبير فيه جليد وبطاريق. وطبعا محتاج تعرف الخدمات التانيه اللي بيقدمها المول للزوار. وكمان لازم تبقى عارف شروط مخالفه المحل لقواعد المول، وحاجات تانية كتير لازم تعرفها عن المشروع. وهنعمل فيديو تاني هنتكلم فيه عن الحاجات اللي لازم تعرفها عن المشروع وعن الشركة اللي بتنفذ المشروع. السر الرابع، حدد المساحة المناسبة لنوع نشاطك. لو بتشتري المحل عشان تشغله، لازم تختار المساحة المناسبة لنوع النشاط، لأن المساحة من أهم العوامل اللي بتساعدك على نجاح نشاطك. فلازم تسأل نفسك، هل محتاج مساحة كبيرة أو مكان الناس تقعد فيه، ولا مساحة صغيرة أو بارتيشن هيبقوا كفاية بالنسبة لك؟ ولو بتفكر تأجر المحل في المستقبل ومش هتشغله وهتاخد محل صغير، لازم تعرف إذا كانت الشركة اللي هتشغل المشروع في المستقبل ممكن تضم وحدات على بعض وتأجرهم كمحل كبير لبراند مثلا، ولو لأ، هل المحل هينفع يتأجر لوحده؟ وفي الآخر حابب أفكرك إن احتياجاتك وتفضيلاتك وتجربتك معانا كلها بنقدمها بشكل شخصي يناسبك، وتوصياتنا مش بس كلام، إحنا كمان بنحط فلوسنا في الأماكن اللي بنرشحها لك وبناخد الريسك قبلك. فلو محتاج نصيحة وأنت بتشتري في العاصمة، كلمنا او ابعت لنا وهنساعدك مجانا تستثمر في العاصمة وانت مطمن.